المجلس الأعلى والتنظيم وعلى دم الشعب الكردي كله كانوا كلهم وحشيين وعبارة عن مصاصي دماء. المنتسبين جديد كان عمرهم اللي كتير 2 أو 3، وأعمار اللي كانوا بالتنظيم كمان كانت من 15 ل20 سنة. الهروب من التنظيم بالعادة كان مستحيل، والهربانين عدنان كان يقتلهم، واللي ما قدروا يهربوا نحن كنا نقتلهم كرمال يكونوا عبرة. كل الهربانين اللي ألقينا القبض عليهم حرقناهم بعد ما لفيناهم بالنايلون، أو وقفناهم على لوح الثلج وعاقبناهم بالترك من دون أكل وشرب. نحن كنا أشباح الموت. بعض العناصر وقت اللي كانوا يروحوا بمهمة على الضياع لحتى يقبضوا المساعدات من الأهالي ما كانوا يكتفوا بهالشي، كانوا يغتصبوا بناتهم قدام عيونهم، ونحن كنا نغض النظر وما كنا قادرين نحكي. سيدي، تم اتهام كل الناس اللي حاولوا يهربوا من تشكيلات التنظيم بتهمة العمالة والخيانة الكبرى ضد التنظيم، وانعقدت بحقهم المحاكم وتم إصدار حكم الإعدام وكنا نعدمهم. ومشان يكونوا عبرة للي بيفكروا بالهرب كنا نسجل عمليات الإعدام على شرايط ونخلي العناصر يتفرجوا عليها، وإذا هربتوا العسكر بيقوصكن، وإذا مسكناكن نحن بنقتلكن. ما في هرب من هون بنوب، لا تحاولوا أبداً. أكبر المحظورات بالنسبة للتنظيم كانت المحبة. كرمال إنه ننهي المحبة وكرمال نضعف من محبتهم لأهلهم كنا مانعين لقاءات الأهالي برات البلد وجوات البلد. كمان كنا نحكي عن المحبة والأخوة والترابط بين الشعب، بس يلي كان يتورط بأي علاقة حب أو علاقة عاطفية كنا بنقتله، وكنا نشجع العلاقة من دون زواج، لأنه الزواج معناه ارتباط بالعائلة. وكرمال هيك اخترنا هدف بالنسبة لحالنا إنه نقضي على الأهل والزواج. كل العلاقات بين الضباط من الدرجة الأولى الموجودين بالمخيم كانت مسموحة، أما بالنسبة للعلاقات بين العناصر من المستويات الأدنى كنا نعاقب عليها بعقاب كبير. وبالنسبة للمعترضين على هذا القرار كنا يا أما نحبسهم أو نرميهم بالرصاص. الولادات ممنوعة، وإذا مسكوا الأم والطفل كانوا ينقتلوا. أنا كمان ولدت بنتي بوحدة من الضياع، بس قدروا يلاقوها وقتلوها بعدين. ضمن التنظيم الكل كان بيعرف إنه هي الحركة هي عبارة عن حركة ما إلها أي نتيجة بنوب، بس ما حدا كان بيقدر يقول شيء أبداً. اللي عملناه كان عبارة عن إجرام ودمار وموت، بحرق أماكن الكتاب وبقتل الإمام. بينا للكل موقفنا تجاه الدين. إذا هذا الشعب خاف من الله كان تنظيمنا بينتهي. من شان هذا السبب نحن خوفناهم بالتنظيم، ونحن صرنا الإله تبعهم لحتى التقينا بالمقاومين وعرفنا شو هو الصح. وهذا كله شو له علاقة فيني سيدي؟ مو أنت الإيد الخفية ورا التنظيم؟ سكوت! زعيم حكى كل شيء، حكى عن العلاقة اللي بينكم، وبعد شوي عدنان رح يجي ومعه واحد من رجاله، وهو كمان رح يحكي ورح يقول عن العلاقة الدموية يلي كانت بيناتكم. يا ترى شو اللي عم بيصير جوا؟ شو عم بيصير هون؟ لازم يا الله لو حدا يخبرنا، لو حدا يفوت بالحدا بدنا نعرف شو عم بيصير جوا المحكمة. لازم في حدا جاي كأنه في حدا جاي. عدنان ليكو عدنان هذا وصل الظالم. يلا تحرك. لازم نتحاسب على كل شيء. بدنا اياه ينعدم. كنت رح خلص عليهم بس الشرطة وصلت. هلا دخلوا على المحكمة سيدي. ما رح اسمح لعدنان يحكي ابدا. رح اقتله بقاعة المحكمة، ولو شو ما كان ما رح اسمح له يحكي. تمام؟ شو هذا؟ العلبة السوداء تبع القنصل، كل الأدلة وكل المعلومات موجودة جواتها، وكل الألاعيب والخطط اللي صارت بحق هذا البلد كمان موجودة جواتها. بدي القنصل كمان، ورح نكمل المرافعة بعد ساعة.